واش عمرك تخيلتي ان واحد من اكبر المشاريع في المغرب غيحمل اسم رئيس امريكي؟ هذا الخبر اللي خلى بالامس الاعلام الدولي كامل يهضر على المغرب، وخلى جميع مواقع التواصل تفرقع من بعد ما خرج الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنفسه برساله كيوجهها للملك محمد السادس، ووصف اطلاق الاسم ديالو على الطريق الرابط ما بين تيزنيت والداخله بانه شرف عظيم. ولكن السؤال اللي كيحير الجميع هو علاش دونالد ترامب بالضبط؟ واش هذا الامر مجرد تكريم او كاينه واحد الرساله سياسيه موجهه للعالم؟ اليوم غادي نرجع معكم لأكثر من 240 سنه للوراء، اللي غادي نكشفوا فيها على واحد العلاقه تاريخيه ما بين المغرب وامريكا، علاقه اللي ربما لاول مره غادي تسمع عليها بهذه الطريقه. فكيف العاده ما نطولش عليك، قهوه ديالكم ما تنساش معك ديك فولو ونتوكلوا على الله. بالامس جميع وسائل الاعلام العالميه ولا المغربيه تداولت واحد الخبر اللي دار بوم وكل شيء ولا كيهضر عليه، الا وهو اطلاق اسم دونالد ترامب على الطريق السريع اللي رابط ما بين تيزنيت والداخله. ولكن اللي زاد شعل الموضوع اكثر هو الرئيس الامريكي اللي خرج بنفسه وعبر حسابه الرسمي ونشر واحد التدوينه اللي كيشكر فيها محمد السادس، واللي قال فيها: شكرا لجلاله الملك محمد السادس ملك المغرب، إنه لشرف عظيم وأتطلع إلى السفر عبر هذا الطريق العظيم قريبا. وبمجرد أنه نشر هذه الرسالة تحول الخبر إلى حديث الإعلام ومواقع التواصل، وبدات الأسئلة الكثيرة وأبرزها علاش المغرب اختار الاسم ديال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال خصنا نعرفوا أول حاجة أشنو كيمثل هذا المشروع هذا، حين الطريق السريع اللي رابط ما بين تيزنيت والداخلة ماشي طريق عادي، بل واحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية اللي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة. طريق اللي كيمتد لأكثر من 1000 كيلومتر وكيربط شمال المملكة بأقاليمها الجنوبية، وغيسهل حركة التجارة وغيشجع على الاستثمار وغيقرب المغرب أكثر من العمق ديالو الإفريقي. هاد الطريق بالنسبة للمغرب راه ماشي غير قدرون وصافي، ولكن واحد المشروع اقتصادي وسياسي اللي هو كبير. وهذا الشيء علاش الاسم اللي غادي يتسمى على هاد الطريق خاص يحمل واحد الرسالة ويكون عنده واحد المعنى. العديد من الناس كيعتقدوا أن العلاقات الأمريكية المغربية راها بدات وتوطدات غير مع ترامب، ولكن الحقيقه مختلفه تماما. باش نفهموا هذا القرار خصنا نرجعوا لاكثر من 240 سنه للوراء، فاش كانت الولايات المتحده الامريكيه مازال واحد الدوله اللي حديثه الاستقلال، وكانت انذاك اغلب دول العالم متردده بانها تعترف بها، ولكن كانت واحد الدوله اللي سبقت الجميع في هذا الاعتراف، المغرب كانت اول دوله في العالم اعترفت بالولايات المتحده الامريكيه سنه 1977، وكان بأمر من السلطان محمد بن عبد الله. ومن بعد سنوات وقعوا البلدان معاهدة السلام والصداقة، وهذه المعاهدة هذه مازال ليومنا هذا وكتعتبر أقدم علاقة دبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أن العلاقة ما بين الرباط وواشنطن العمر ديالها أكثر من قرنين، وتجاوزت جميع الرؤساء وجميع الإدارات وجميع الأزمات. ولكن هذا الشيء كامل ما غيخليناش نتجاهلوا واحد السبب آخر اللي هو سبب قوي ومقنع وكاع المغاربه كيعترفوا به، وكان طرا بالضبط في سنه 2022 فين كان اتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب واحد القرار اللي اعتبروه المغاربه تاريخي، وهو اعتراف الولايات المتحده بسياده المغرب على الصحراء. هذا القرار قلب الموازين ديال هذا الملف هذا وعطى واحد الدفعه قويه لموقف المغرب على المستوى الدولي. ومن بعد هذا القرار بدات الدول الاخرى كتعلن دعمها لمبادره الحكم الذاتي باعتبارها اساس لحل هذا النزاع هذا. هذا الشيء علاش عدد من المحللين كيشوفوا ان اطلاق اسم دونالد ترامب على هذا الطريق السيار ماشي صدفه، ولكن كيشوفوه رساله تقدير لموقف سياسي خلى واحد الاثر كبير في العلاقات بين هاد البلدين. هذا الطريق هذا ما غاديش يحمل الاسم ديال الرئيس الامريكي فقط، ولكن تم تقديمه كشعار كيحمل واحد العباره ديال طريق السلام من اجل الازدهار، The Peace Route for Prosperity. وهنا الرساله كتولي اوضح وكيولي الحديث ماشي غير على الطريق فقط، بل على مشروع كيقدموه كرمز للصداقه ما بين المغرب وامريكا، ورمز للتنميه والسلام والازدهار، وربط المغرب بعمقه الافريقي والاسواق الدوليه. وكالعاده اي قرار بهذا الحجم ما يمكنش يمر مرور الكرام. عدد كبير من المغاربه اعتبروا ان هذه الخطوه مستحقه، وقالوا ان ترامب خدا واحد القرار اللي هو استثنائي في 2022 وغادي يبقى محفور في تاريخ قضيه الصحراء. ولكن في المقابل كاين اللي كيشوف ان اطلاق اسم شخصيه سياسيه اجنبيه خاصو نقاش، واعتبروا ان كاين شخصيات مغربيه اللي كان يمكن طريق تحمل الاسماء ديالها، ولكن اختلاف الاراء لا يغير للود قضيه. وهذا الشيء اللي خلى هذا الموضوع بالضبط الاكثر تداولا في هذا 24 ساعه الاخر. ولكن اهم حاجه في هذه القصه كامله هي ان المغرب ما كيقدمش هذا الطريق فقط كمشروع او بنيه تحتيه، ولكن كيقدمه كرمز لشراكه استراتيجيه ما بين المغرب وامريكا. وفاش كنهضروا على امريكا
راه كنهضروا على واحد السياده، وباش تكون واحد الدوله سائده في العالم الصديقه ديالك او لا معاك، فراه ماشي سهله الاخوان، وما كتعطاش لكل شيء. وهاد الشراكه هذه راه ما بداتش اليوم وماشي غادي تسالي اليوم، راه شراكه اللي كتمتد لاكثر من قرنين ومازال غدا وما كتطور مع مرور السنوات. اذا من طريق اللي كيربط ما بين تيزنيت والداخله الى رساله شكر من رئيس الولايات المتحده الامريكيه الى علاقه دبلوماسيه هي الاقدم في التاريخ، غنقدروا نفهموا ان هذا الموضوع اكثر بكثير من مجرد تسميه الطريق. يقدر يختلفوا الناس حول هذا القرار وتقدر تتباعد الاراء، ولكن حاجه وحده اللي كتبقى مأكده: المغرب والولايات المتحده الامريكيه كتربطهم وحده من اقوى واقدم العلاقات الدبلوماسيه في العالم. وهذا القرار هذا عاود تسلط الاضاءه على هذا الشيء من جديد. وهنا غيجي الدور ديالكم، واش كتشوفوا ان اطلاق الاسم ديال دونالد ترامب على هذا الطريق السيار اللي رابط ما بين تيزنيت والداخله مستحق بالنظر الى العلاقات التاريخيه بين هاد البلدين والموقف ديال امريكا في قضيه الصحراء؟ ولا كنتوا كتفضلوا ان هذا المشروع هذا ديال هاد الطريق يحمل الاسم ديال شي شخصيه مغربيه؟ وكيف العاده الا كنتي وصلتي معايا حتى لهاد النقطه من هذا الفيديو، ما كرهتكش انك تخلي لي الراي ديالك الشخصي في التعاليق، ودير فولو وفعل معك داك الجرس باش يوصلك كل جديد ديالنا. كان معكم علي، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.